إخوتي هيا للعلا السعية بالشعار الله الوطن الملك. هكذا يعزف النشيد الوطني المغربي للمرة السادسة في هذه البطولة مشاهدينا الكرام، وهذا مصدر فخر أن يعزف النشيد الوطني والراية المغربية ترفرف عاليا هنا في سماء ملعب نيلسون مانديلا. رجعت الكرة، حذري من الأخطاء، التغطية بعد ذلك والكابوني يصفر خطأ في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام، خطأ في تشكيلة المنتخب السنغالي. أمارا يسدد هذه الكرة مرت عالية مباشرة، تخرج إلى ضربة مرمى لفائدة المنتخب المغربي. أول لاعبين المغاربة للحد من خطورة اللاعب التغيير اضطراري حصل مع سعيد شيبة في ظل غياب اللاعب فؤاد الزواني، وهنا وزان يتحصل على ضربة حرة في اليمين. يايا ديامي يايا ديامي خطير، عبد الحميد أيت بودلال حاضر، مرفوع هذه الكرة، بودلال بالراس يا بودلال، رائعة يا بودلال، حاول فيها ترصد. هنا حموني يرفع الكرة بالراس، ذلك حاضر، تلعب هذه الركنية في القائمة الأول. جول عبد الحميد أيت بودلال الكابيتان يسجل. عبد الحميد نعم يأتي بالهدف الأول. هكذا لعبت الركنية، وهكذا كان الارتقاء، وهكذا كانت الراسية، وهكذا الراية المغربية في مدرجات نيلسون مانديلا. الافتتاحية براسية أيت بودلال، هكذا الارتقاء على طريقة تنصيري، وبكل ثقة يستحوذ على هذه الكرة. تمر نعم نايف مع ويست هام يونايتد، وعلى مستوى التكوين كذلك جينيراسيون فوت في السنغال، وفي خطأ في هذه الأثناء. نعم عبد الحميد أيت بودلال راوغ أيمن، حطها سدد، ولكن الدفاع لآدم بوفندر. حمزة كوتون يرسل أمامية مع التشكيل اللي ظهر من البداية أن المنتخب المغربي مباراة اليوم نسبيا تختلف عن اللقاء السابق أمام مالي. ليس هناك فائدة المنتخب السنغالي، مرفوعة، ترك فعلا الكرة طالت مباشرة إلى ضربة مرمى. أمارا ديوف على سيف الدين بعيدة تماما فيها ركنية. نعم ركنية نعم. الركنيات السبعينات انطلاقا من الجهة اليمنى العرضية، هنا مقوصة عبد الحميد، ليس هناك خطأ. الكابوني يأمر بمواصلة اللعب، الحموني يحاول يسترجع الكرة في خطأ. ذكي الحموني هنا يتحصل اللعب. أمارا تمشي مغربية، وزان الكنترول لم يكن حد. كرة أمامية بالراس، لازالت مغربية على المنتخب السنغالي. عمر سال العرضية وطاها بسهولة. يتابع كرة دون مع الفريق الأول، لكن يلحق بالتدريب على سبيل الاستئناس. جاب عمل حموني حافظ على كورته، حموني قصيرة، أشبال تيرانكا مجددا، تمشي ناحية من لامين ساديو، يتحصل على ضربة حرة بعد التدخل. المنتخب السنغالي بعيدة إذا نهاية شوط المباراة الأول. جزاء البحث عن التسديدة تأتي ولكن بعيدة عن مرمى الحارس طه بن غوزيل، تخرج من شلاغمو ميمورشي برافو على الجهة اليسرى، تغطية فيها خطأ. نعم الدفع كان موجود، وبالتالي هنا ضربة حرة في الميدان. هنا السلام عن طريق أمارا بن غوزيل، ممتاز اسماعيل بختي يقطع الطريق امام أمارا، وفي خطأ يرتكبه لاعب أمارا ديوف امام نيرفزا، واحتجاج على مستوى الاسلوب. هنا العرضية خطيرة، جول دفاعي في منتصف الميدان، مراوغة ممتازة، يا سلام بخارج القدم تمشي للتماس. المغربي فيها فوات في دفاع السنغال، والكرة تذهب الى التماس. هدف ثاني كان قريب. الراية الوطنية عالية وخفاقة في مختلف الملتقيات القارية وكذلك الدولية. رفرفت هناك في سماء قطر. هناك عبد الحميد معالي يرفع الكرة. المنتخبات الأربعة اللي تحت المركز الثاني، وأفضل منتخبات في المركز الثاني الأربعة ستلعب أدوار إقصائية، والمتأهل سيأخذ الملحق النهائي. هذه الكرة الأمامية، التغطية بعد ذلك فيها صافرة، وبالتالي أمامية. رد بالك يا عبد الحميد، تردد عبد الحميد في خطأ في هذه الأثناء. نعم ضربة أرت على جهة اليسرى السنغالية،
العالي او معالي واحده اثنين ممتازه. معالي سدد، يا سلام يا سلام. عبد الحميد متبقية ستحاول أن ترمي بكل ثقل. بن غوزيل، يا سلام يا أسد، يا سلام يا سلام عليك يا أسد. هنا بن غوزيل هذه الكرة توقعوا بأن السنغال سترمي بكل ثقلها على دفاعات المنتخب المغربي. هنا نريد قتالية يا شباب، لم يتبقى لي عرضية. عبد الحميد وبالراس منتخب السنغال داخل منطقة الجزاء. بن غوزيل تمر الكرة العالية، هنا يتابع بهدوء طه بن غوزيل. سال بعد ذلك طه بن غوزيل، سال بعد ذلك. ماذا هناك؟ الجابوني في هذه الأثناء يعلن عن ضربة جزاء، يعلن عن ضربة جزاء في هذه الأثناء بعد اللجوء إلى الفار. طه، هذه لك يا طه، هذه لك يا طه، هذه لك يا طه. لا، التعادل في هذه اللحظات. سيرين فارو إذن يسجل هدف التعادل لفائدة المنتخب السنغالي. لا يجب على المنتخب المغربي أن يتأثر بهذا الهدف، يبقى مركز تماما فيما تمرر. هنا الخطأ موجود. بالتالي لدينا ضربة حرة لفائدة رضوان يرفع كرة بالراس، وعبد الحميد طالت منه. عبد الحميد ومحمد أمين كتيبة. نعم كتيبة الكرة. أمارة يرفع، أمارة، والهدف الثاني. هذا الثاني لفائدة المنتخب السنغالي، هذا الثاني للسنغال، هذا الثاني للسنغال عن طريق صاباني. ركنية بنفس السلاح.